يا هلا وغلب الحلوين، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ منوريني ومشرفيني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وندعي البعض الاول ونقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه وفك كرب كل مكروب. اصلح لنا وحالكم، قولوا امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم فرحانين، وعود عليكم الايام بخير يا رب، ورمضان عليكم لا فاقدين ولا مفقودين ومجبورين الخواطر جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا نخش النهارده على يومنا كده. قلنا ايه، نلم شويه حاجات كده من التلاجة ونعمل لهم اكله حلوه. بصراحه اهملت فيهم اليومين اللي فاتوا وقلت لا لا كلا وحشه امي يا بنت كده، شوفي مالكيش بركه اللي هم ودول، يعني على رأي اللي بيقولها الزرعة بتاعتنا اللي لازم نهتم بيها يعني. فقلت بقى اقوم ادلعهم النهارده كده واعمل لهم الحاجه اللي بيحبوها. انا والله ما اشتريتش حاجه من بره، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. طلعت كل الحاجات اللي عندي في التلاجة وقلت بقى ايه، نعمل لهم اكل حلو. طلعت كيسين صلصه، وكان عندي العلبه دي فيها ورق كرنب. بكل ما اعمل مثلا محشي ولا كده يفوت شويه احطهم في علبه واحطهم في التلاجة على بعض عشان يعملوا اكله يعني. وطلعت كان عندي قطعه فلفل في علبه، وكان عندي فلفل تاني مفروم، وطلعت علبه الجزر وقشرت البصل. اكيد انتوا عارفين انا هعمل ايه. يعني ما هيش حاجة مستعصية، يعني حاجة سهلة وبسيطة كده. قولوا لي بدأت في التنظيفات ولا لسه؟ احنا لسه ما عملناش حاجة، احنا بننظف التنظيف العادي يعني، كل يوم تنظيف وكل يوم دنيا. فانا قررت ان يعني ايه، ان احنا مش نهلك نفسنا قوي يعني، على القد كده، عشان ايه، الحمد لله فضل ونعمة، كلنا ايه قلنا ماشيين وبركة دعاء الوالدين وستر ربنا علينا، الحمد لله فضل ونعمة. ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. هنا حطيت الزيت الاول يسخن كده، قلت بقى ايه، عمالة اقطع البصل وافرمه يكون الزيت برضو سخن وكده. والطماطم كده كده هتفك، والكرنب هعمل له ميه سخنه كده واحطها فيه. وطلعت زي ما قلت لكم الفلفل وكده، هاخد منه العلبه اللي فضت اللي هتفضى واللي هيبقى هحطه في الفريزر تاني. زي ما قلت لكم، الحاجه المتفرزه عندكم دايما ستر بيتكم ستراكم في اي ظرف في اي وقت. معكش فلوس هتطلعي وتعملي، مش هتلفي بره كتير، مش هتتحوجي لحد، وربنا ما يحوجكوش لحد يا ربي ابدا، ويجعل عندكم الخير دايما، اللهم امين يا رب العالمين. هنا عملت البصل، والله عندي شويه بصل مزرعين كده، عايزه برضو اقطعهم وافرمهم واحطهم في الفريزر، هينفعوني في رمضان، اعمل صلصه، اعمل تقليه، اي كان حلو زي الفل. كل حاجه في بيتك نعمه 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 نعمه. هنا زي ما انتم شايفين كان في قطعة فلفل ألوان كده في علبة خدتها، وكمان خدت قطعة من العلبة التانية. الفلفل بيدي تذكرة للمحشي تحفة. في ناس بتحمر البصل قوي بتاع المحشي، أنا ما بحمروش، نص تحميرة كده دوبك يصفر. وبعدين كمان كان عندي جزر كتير، الجزر من العلبة مش قافلة عليه فتلج. فالمهم خدت منه شويه، هو كمان كان متقطع قطع صغيره، ولو احسن تبشريه، بس كده كده هو خلاص استوى، بيدوب في الصلصه، مش هيعمل اي حاجه. عايزه اقول لكم كان مخلي طعم الرز بتاع المحشي بجد مسكر وطعمه زي الفل. جربي الطريقه دي والله العظيم مش هتخسري بجد يعني. في ناس بتحط كوسه، براحتك شكلي زي ما انت عايزه، شوفي المناسب ليكي ولبيتك ايه اعملي. هنا كمان حطيت كيسين صلصه على على البصل وعلى الفلفل وعلى الجزر وشطه وملح، مش اكتر من كده، واسيبهم يتسبكوا، وبقيه البهارات احطها على الرز. هنا زي ما انتم شايفين بقى، كنت كمان مطلعه بطه، بما ان انا مش انا اللي منضفه، انا كده كده المطبخ يعني الحمد لله كان نظيف، مفيش في حاجه الا يعني الحاجات اللي انا استخدمتها بس، ما كانش فيه مواعين ولا اي حاجه الحمد لله يعني. فقلت بس اغسل الحاجات اللي انا كنت بستعملها وانا واقفه كده، اللي هي حاجه الكبه والحاجه والعلبه اللي كان فيها الفلفل والطبق اللي كان فيه البصل والحاجات دي، مش اكتر يعني ولا اقل. فقلت اشطفهم الاول كده، وكان عندي بطايه، بما اني مش انا اللي منضفه البط، عارفين في زي ريش صغنن كده، فانا قلت بقى ايه، انا عامله ملقط للبط دي كده، بشيل الضوافر، مش بتجيب الريش الصغير ده. وبصراحه هو البط اصلا كان فيه زغبار، يعني زغبار يعني ريش صغنن كده بيبقى مقرف يعني. فاللهم لك الحمد واللهم ديمها علينا نعمه. قلت بقى ايه، اسيبها بس تفك شويه، كانت في الفريزر، وانا لما بطلعه بقى بمسكه انقعه كده واغسله غسله تمام وزي الفل. هتشوفوا والله الشوربه بتاعته ما طلعت حتى ريماي. اهم حاجه انت تكوني متاكده ان حاجتك نظيفه، اغسليها باللي انت عايزاه. انا بصوا يا جماعه، انا مش جايه احدد لحد اعملي زيي او ما تعملي زيي. الطريقه اللي في 600 الف طريقه على على النت عامه يعني، اكيد كلكم بتتفرجوا، واكيد كلكم بتاخدوا خبره. انتوا بتتفرجوا على نور او ايا كان، حد كتير او شويه بتفرج، عايزه تعملي اللي انا بعمله اعمليه، مش عايزه براحتك، شوفي المناسب ليكي ايه واعمليه.
هنا زي ما انتم شايفين بقى بحاول ان انا اي ريشه كده الاقيها مش قادره اجيبها بايديا بجيبها بالملقاط، ده عيناه في المطبخ كده لاي حاجه زي كده يعني. ومسكتها من بره ومن جوه برضو، كان لسه ما حطيتش عليها الحاجات اللي هغسلها بها. هي اصلا ما كانتش كبيره قوي يعني، بطايه حلوه صغنونه كده، فضل ونعمه ورضا وبساطتنا والحمد لله. هنا زي ما انتم شايفين بقى امسك برضو كل قوانص انضفها واروقها، والدنيا تبقى ايه فله شمعه منوره. ربنا يجعل حياتكم كلها فله وشمعه منوره اللهم امين. هنا زي ما انتم شايفين بقى همسكها كده اظبطها واروقها. طالبه منكم بس دعواتكم بصالح الحال، لايكاتكم الحلوة، اشتراكاتكم الجميلة، الكلمة الطيبة اللي تترد لكم بالمثل. ربنا يجزيكم كل خير اللهم امين يا رب العالمين. هنا جبت شوية دقيق، وبالدقيق بقى مسكت البطة كلها دعكتها كده. ودايما لما تيجي تغسلي الزفر شهديه، يعني قولي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، عشان دي حاجة حلال واحنا اتعودنا على كده يعني. لازم انت تشهد الحاجة بتاعتك. دي نص ليمونة من اللي هي الايطاليا دي، لان هو اصلا كبير قوي، خدت نص كده. مسكتها. عندك برتقان، عايزه طماطم، في ناس بتغسل بطماطم، حطي ملح، ورق لوري، عايزه تحطي زعتر، شوفي المنكهات اللي انت عايزه تحطيها، حطي شويه سكر وملح والدقيق اللي انت عايزه حطيه. تمام. انا بس حطيت ملح ودقيق والليمون والحمد لله اكتفت. انا اصلا ما كانش عندي بهارات كتير يعني، وما عنديش ورق لوري والله. حتى الحاجات دي بتدي ريحه حلوه للزفر. غليت الكاتل وحطيته على ورق الكرنب، كان فك، وهحطه في المصفى. كنت حطيت ميه تغلي بعد يعني قولوا ساعه كده من تنظيف البطه. حطيت ميه تغلي وحطيتها. انا ما عملتش اي حاجه في البطه برضو، قلت ايه اشوفها هتطلع مثلا ريمه ولا حاجه كده. وبعدين كنت مجهزه لها بصل وطماطم وكده. عادي تحصل في احسن العائلات. الكاميرا اتقلبت لوحدها. يلا الحمد لله فضل ونعم. هنا زي ما انتم شايفين بقى حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر، اكتر من كده ما حطيتش. هسيبها تغلي الاول اشوف الميه بتاعتها عامله ازاي. وشوف انا حطاها في الميه ما شاء الله اللهم بارك، الميه نظيفه ولا فيها دم ولا اي حاجه اللهم بارك. هنا زي ما انتم شايفين والله ما طلعت ولا رغوايه ولا اي حاجه خالص. الشوربه بتاعتها فل رايقه وزي الفل. قطعت لها بصلتين وقطعت لها طماطمتين حلوين. عايزه تفرمي الطماطم وتصفيها وتحطها عليكي برضو، ليكي مطلق الحريه براحتك. ده الاكل ده اذواق وكل واحد حر في اكله. هنا زي ما انتم شايفين بقى احط كبابه صيني، احط حبهان، ودول اللي عندي. ما عنديش بهارات اكتر من كده بصراحه، لا عندي ورق لوري ولا عندي حاجه. عايزه اقول لكم ان الشوربه كانت تحفه والله العظيم. الحمد لله الحمد لله. بالنسبه لكم انتم ما اعرفش، لان كل واحد له ذوق في الاكل وكل اللهم دم علينا يعني نعمه يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت الورق في المصفى، كانت التقليه اتسبكت كده كده. الطماطم اصلا كانت مسبكه. قطعت الخضره، جبت خضره طازه كده. والله كل دي عايزه اقول لكم ان هو بعد العصر، والله بعد العصر والحمد لله. حطيت بقى 7 بهارات، وسبع البهارات اساسا فيها كل حاجه. حطيت كزبره ناشفه وحطيت كمون، ولو كده عايزه ملح بقى، انا كنت حاطه ملح في الطماطم يعني. وقلت لو عايزه ملح احط لها. دعكت بس الخضره كده بالملح الاول، ريحتها طلعت كده. وبعدين حطيت الطماطم كالعاده يا ساده. عارفه ان كلكم شطار، وعارفه ان في حد هيقول لك طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل محشي. ما كلنا ستات زي الفل يعني، كلنا بنعرف نعمل كل حاجه، ايه المشكله يعني؟ ربنا يجعلكم يا رب تعرفوا تعملوا كل حاجه، فيش مشكله يعني. ده احنا بنشارك بعض وبس. لايكاتكم الحلوه، كلامكم الطيب، هو ده اللي بيفرق معايا، مش الشغل اللي بيفرق معايا. يلا بينا بقى نشوف. هنا بقى مسكتها هلم الورق الاخضر كله بقى احطه في الارضيه كده، احشي كام محشيه بس معاكم كده. وبعدين انا هكمل مع نفسي يعني. تمام. ما ناخد بقى كده عدتنا دي ونروح نقعد قدام التلفزيون، ونقعد كده على ترابيزتنا مؤدبين مؤنقين، ونروح نخلص المحشي بتاعنا ونرجع لكم في منتهى الهدوء. ولقد تمت المهمة بنجاح سيدي القاضي. هنا زي ما انتم شايفين كده خلصنا المحشي والبطه كانت على النار. انا هنا لما بتك على الطماطم كده بتشيل الجلده بتاعتها، شيليها ارميها وخلاصي، والطماطم بقى هتبقى في قلب الشرب. المهم هنا زي ما انتم شايفين كده هاخد الشوربه احطها على المحشي، هتسقي المحشي عادي يعني. اللهم لك الحمد. هاخد بقى حله البطه دي انقلها على عين تانية. ودي بقى ايه ذكريات كده من ذكريات رمضان. بس رمضان الفرق بيبقى ايه بقى؟ في سلطه وفي عصير، في سمبوسك، في جلاش باللحمه، في عارفين انتوا بقى انت صايمه طول النهار كده وعايزه تظبط لهم الدنيا، احنا كده بنمشيها يعني. انما رمضان له طقوسه التاني، اللي طقوسه الخاصه يعني. بجد بجد يعني سبحان الله. الناس لو تعرف الاسلام دي حاجه يعني بجد كله بهجه وعندنا حاجات حلوه حلوه بجد يعني. يا رب يديموا علينا نعمه يا رب العالمين.
هنا زي ما انتم شايفين كده خلصت، وكده بقى المحشي كان ايه على النار خلص، والشوربه والبطه حطيتها تتحمر في الفرن، ما بحمرش على البوتاجاز اساسي. هنا رهف كانت جت من الدرس كده، وخدت لها شويه محشي من الجنب كده اديتهم لها تاكلهم. وهنا بقى المحشي بتاعنا، يلا بينا عشان نشوف هنغرف هنعمل ايه. يلا بينا. بسم الله ما شاء الله. كده البطه كانت اتحمرت، وزي ما قلت والله ما بحط ولا بدهنها اي حاجه خالص خالص خالص. يعني البطه لو سمينه بتحمر لوحدها. وهذا الكائن اللي قاعد كده يتفرج عليا وبتقول لي يلا يا ماما انا جعان، قلت لها بقول لها انت عارفه بتعملي ايه؟ بتقول لي قاعده انا حره. بلطجه يا جدعان، احنا عندنا بلطجه. يلا اللهم لك الحمد، ربنا يخليهم ويحفظهم يا رب. هنا زي ما انتم شايفين، هي بدل ما عليهاش درس خلاص هتقوم فطع الرخام على طول. هنا زي ما انتم شايفين بقى غرفنا على قدنا كده، واللي عايز بقى نبقى نكمل. يعني انا بعشق الغرف على الصينيه بجد، انا كنت جايبه الصينيه دي اساسا عشان رمضان. يا رب يديمها علينا نعمه يا رب. وادي المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا لكل اللي من كل منه، بألف هنا للي هيعمل وهياكل. ربنا يديكم الصحه وتعملوا كل حاجه حلوه في بيوتكم، اللهم امين يا رب العالمين. وده كان المحشي بتاعنا، معرفش هو واقف ليه يا عم، انت عطلت ولا ايه؟ المهم. هنا زي ما انتم شايفين كده المحشي والبطة والشوربة، وكان دي يومنا معاكم، وكان ده اكلنا النهاردة. ربنا يديمها نعمة علينا وعليكم يا رب العالمين. استنوا فيديوهات قادمة ان شاء الله. ربنا يقدرنا ويعيننا، همتكم معايا شوية. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.